طيب ليه بقى النرجسي ده خطر او ليه النرجسيين دول خطر؟ بص يا سيدي، النرجسي ده مش بيدمرك مره ولا بيدمرك يعني يعني خلينا نقول كده، النرجسي ده مش بيدمر الانسان مره، لا. النرجسي ده بيقعد يدمره كذا مره وعلى المدى الطويل، على عمره كله اللي هو عايشه يعني مع النرجسي ده. بيكسر ثقتك في نفسك وبيخليك تشك دايما في عقلك، بيحسسك انك اقل وبيعزلك عن اهلك، بيستهلك طاقتك قوي ويستنزفها، بيسرق عمرك وانت فاكر دايما ان هو في امل، وهو دايما بيوعدك بالتغيير، ولكن ده بيبطئ بيه العمليه شويه او بياخد نفسه للجولات الاخرى اللي هيستنزفك فيها، وهيستغلك وهيمص طاقتك لحد ما ينهيك خالص ويشوفك بتنهار خالص قدامه. طيب ليه بقى احنا لازم نبعد، وبالذات لو العلاقه اللي هي بين النرجسيين دول علاقه بقى عاطفيه او جواز، يعني انت كلوز قوي مع الناس النرجسيين او المنافقين دول. ليه لازم تبعد؟ انا اقول لك. اولا، ما بيتغيرش. اوعى تفتكر ان في نرجسي او نرجسيه هيعترف بالمرض اللي عنده او بالمرض السلوكي اللي عنده ان هو منافق او نرجسي فهيروح يتغير، لا خالص. فهو مش هيتغير ومش هيعترف ومش هيتحمل مسؤوليه اللي بيعمله ولا مسؤوليه العلاقه، ولا هيحس ابدا باللي بيحصل، ولا هيتعالج حتى لو اعترف. والغالبيه يعني 99.9% من النرجسيين والمنافقين ما بيتعالجوش وما بيتوبوش وما بيرجعوش يبقوا بني ادمين طبيعيين زينا. فخد بالك في اسنانك، ولو ما لحقتش خد بعضك واجري بالعلاقه دي. هيرمي كل غلط عليك برضه بذكرك، وهيرجعك 1000 خطوه لورا، وهيضيع طاقتك وهيمتصها. وخليني اقول لك ان هو هيخليك اخرك انك تقول له انا كنت مين قبل ما اعرف الشخص ده، انا فعلا كنت مين. يعني انت مش هتبقى عارف نفسك ومش هتبقى عارف شخصيتك الحقيقيه من كتر ما هو طمس ملامحك وطمس ملامح شخصيتك. العلاقه مع النرجسي نهايه بطيئه، مش محتاجه بطوله، محتاجه نجاه. انجب نفسك وحياتك ومستقبلك وخد بعضك واخرج من العلاقه دي فورا. طيب ازاي اخرج؟ ازاي انهي العلاقه مع الشخص النرجسي المنافق ده؟ اول حاجه احسم، تعال صحيح دم زي ما بنقول بالمصري، او اضمح سم النحو، يعني احسم وفورا وخد قرارك وما تشرحش كتير ولا تبرر كتير. النرجسي دايما بيعرف يدخل من باب الشرح والتبرير ويمارس عليك الالعاب السابقه اللي كانت بتدخل عليك عشان انت انسان سوي او انسان طيب القلب. فاقفل وخليك واضح ان العلاقه دي مؤذيه وانها لازم تنتهي فورا. تمام؟ اقطع اي مصادر من مصادر الوصول او التواصل بينك وبين النرجسي ده، اونلاين بقى، واتساب، مكالمات، مقابلات. النرجسي دايما بيرجع لما يلاقي الباب مفتوح او متواجد. فاقفل كل الابواب بعد اذنك عشان الشخص النرجسي ده ما يقدرش ان هو يوصل لك باي شكل من الاشكال. ما تتعاطفش ابدا مع دموعه. نصيحه يا جماعه، دي اهم نصيحه النهارده في الفيديو بتاعنا. اوعى تتعاطف ابدا مع دموع النرجسي او المنافق، لان دموعه بجد حرفيا هي دموع تماسيح. هي مش توبه، هي تكتيك بيفكر بيه